السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا في قناة كويزين فتيحة. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم العجينة ديال الشكلاط ان شاء الله بطريقة ناجحة بجميع التفاصيل باش تنجح لكم ان شاء الله. نبداو بالطريقة والمقادير، يلا على بركة الله. اول حاجه فحنايا غادي نحتاجو كيلو ديال الشكلاط. انا هنايا غادي نستعمل كيلو، نتوما تقدروا تستعملوا النص ديال الكميه او ربع الكميه، يعني بامكانكم تقسموها غير على جوج او على ربعة، يعني تيبقى لكم الاختيار وعلى حسب شحال ديال الصابلي مثلا اللي غادي تزينوا به. انا هنايا غادي نعطيكم المقادير ديال كيلو، في صندوق الوصف غادي نخلي لكم حتى المقادير ديال ربعة اللي بغى يجرب كميه اللي هي صغيره. ان شاء الله غادي نحتاجو كيلو ديال الشكلاط بيض كالا. غادي نديرو في حمام مريم حتى يذوب مزيان، يعني ما يبقى فيه حتى شي طرف، يعني تنأكد على هاد القضيه هادي. ومن بعد غادي نضيف ليه 400 غرام ديال الجليكوز اللي هي تقريبا واحد 8 ديال المعالق كبار ديال الجليكوز. عادي نحركوها مزيان 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 معاه فوق البوطه، ونعاودو نحيدوها، وعادي نكونو درنا واحد 4 ديال الوراق ديال الجيلاتين في الماء بارد حتى تيرطابو. ما ديروهاش في ماء سخون او لا دافي حيت غادي يذوبوا لكم دوك الوريقات. من بعد غادي نعصروهم وغادي نزيدوهم على الكميه اللي عندنا ديال الشكلاط والجليكوز. فهاد المرحله هادي غادي نبقاو نحركو مزيان مزيان، حيت غادي يطلق لكم الزيت، غادي يجيب لكم الله بحال راها خسرات، ولكن نتوما غير بداو تحركوا 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 مزيان حتى ينسجم الخليط. من بعد حنايا غادي نضيفوا سكر كلاصي سبيسيال، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الملون بيض. انا هنايا تنفضل نزيد الملون باش العجينه ديالنا تجي بيضه وما تجيش فيها ديك الصفوريه ديال الشكلاط، حيت صراحه ما تعجبنيش اللون ديالها صفر. والملون بيض باش حتى من بعد الا بغيتو تلونوها بشي لون اخر تيعطيكم اللون باين، ما تيكونش باهت. كنتو العجينه ديالكم عادي ديروها غير بلون واحد من الاول، يعني ما عاديش مازال من بعد انكم تقسموها وكل طرف تلونوه بشي لون، يعني مني تكونوا تذوبوا في الشكلاط لونه، مني تلونوا الشكلاط وهو بوحدو يعني هو دايب تيكون تيعطينا اللون اللي هو ناصع جدا، وما تحتاجوش الكميه اللي هي كبيره ديال الملون، يعني تحتاجوا الكميه قليله. ولكن الا كنتو بغيتو تقسموا العجينه ديالكم لشحال من قسم وتلونوه، فحتى تجمعوا العجينه ديالكم عاده تقسموها وعاده تبقاو تلونوا كل حاجه كيف ما بغيتو. تنبقى نضيف هنايا السكر كلاصي شويه بشويه وانا تنجمع حتى تتجمع ليا العجينه، ما تقصحوهاش بزاف حيت مازال مني عادي تبرد وعادي يبرد داك الشكلاط، فانتم عادي تلقاو صعوبه باش انكم تخدموا بها. يعني عادي تخدموها ولكن اون فوا تلقاوها مجموعه ولكن مرخوفه واحد شويه، صافي عادي تحبسوا السكر كلاصي. هنايا غادي نقسمها على جوج حيت انا الغرض ديالي غير بجوج الوان، يعني وعادي نحتاج الغوز والبيض. كنتو عادي تحتاجوا شحال من لون، فانتم عادي تقسموها على حسب القياس اللي بغيتو. هنايا الملون اللي تنلون بها فهي الملون الخاص اللي بالشكلاط، هو اللي تيكون اللون ديالو زويون هكا، ما تيكونش داك اللون بحال موسخ بحال هذا. الملون ديالكم عادي تلقاو مكتوب فيه لاكي، يعني احمر لاكي ولا اصفر لاكي. الطريقه ديالي في التلوين انني تناخذ واحد الكميه اللي هي صغيره ديال الشكلاط ديال العجينه ديال الشكلاط هي اللي تنلونها، ومنها تنبدا ناخذ شويه بشويه وانا تنلون، حيت بعض المرات تقدروا عند بالكم نتوما انكم ضفتوا غير كميه اللي هي قليله، ولكن ملي تجيو تجمعوا العجينه ديالكم تلقاو ان اللون ديالها فونسي، يعني تحتاجوا انكم تضيفوا كميه اكبر من العجينه بيضاء. فهنايا كما غادي نوريكم في الفيديو غادي ناخذ الكميه اللي هي صغيره، من بعد ما غادي نجمع ديك البيضه اللي صافي ساليت منها في السلوفان. ضروري اون فوا تساليو منها يعني جمعوها في السلوفان او بلاستيك غذائي، وغادي تحطوها على جنب. هنايا غادي ناخذ الملون، غادي ناخذ له كميه اللي هي صغيره كما تشوفوا في الفيديو، هي اللي غادي نلون، يعني
تتلونوها مزيان. فهمتوا ياك؟ ومن بعد هذاك الطرف اللي صغير هو اللي تنبقى ناخذ منه ونضيف للعجينه اللي بغيت اللون، وتنبقى نزيد شويه بشويه شويه بشويه حتى تنحصل على اللون اللي انا بغيته في العجينه. وبهكا تنكون وصلت لاخر الفيديو. قبل ما نقول لكم السلام عليكم، غادي نخليكم مع بعض الصور اللي خدمتهم بهاد العجينه هذه. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.